14 مصري ماتوا بسبب الهجرة الغير شرعية. ربنا يرحمهم يا رب ويصبر أهلهم. ولكن أنا عايز أقول يا جماعة إنك أنت تدفع 15,000 يورو و20,000 يورو علشان تسافر أوروبا وترمي نفسك في البحر وتموت. أيام زمان لما الناس كانت بتفكر تسافر بطريقة غير شرعية كنت بتدفع من حوالي 50 ل 150 ألف جنيه يوم ما غليت. دلوقتي أنا بقيت أسمع أرقام بتبقى 6,000 يورو لحد 12,000 يورو علشان تسافر بطريقة غير شرعية. انت تعرف معظم مشاكل الناس ايه اللي ما بتعرفش تسافر؟ ان هم ما معهمش الفلوس دي. فما بالك انت بقى معاك مبلغ زي ده وتروح ترميه في البحر وتضحي بنفسك وترمي نفسك في البحر، تعرض نفسك للخطر وتعرض اهلك للخطر. نفس الفلوس اللي انت بتدفعها دلوقتي في البحر اللي هم من 8,000 يورو ل 15,000 يورو، في شركات دلوقتي 25% من المبلغ ده بيخلوك تسافر بطريقه شرعيه. الموضوع ما عادش مستاهل اقسم بالله. ان انت تيجي بطريقه غير شرعيه البلد دي هتعيش طول حياتك مذلول. انت مفكر ان يعني زمان ماشي، يعني كان اللي بيسافر كان بيعرف يعمل فلوس؟ دلوقتي اوروبا ما عادتش زي زمان، ما عادتش تستاهل المخاطره اللي هو انت تدفع فلوس عشان ترمي نفسك في البحر. ما عادش زي زمان، انت مش هتيجي هنا تعمل ملايين. الحياه بتبقى صعبه على الناس اللي معاها ورق. الحياه في البدايه صعبه، لسه بتستنى هتشوف هتشتغل ايه وهتعمل ايه وبتشتغل على نفسك، وبقى في حاجات كتير. قصص النجاح اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا بعد ما وصلوا اوروبا بطريقة غير شرعية 90% منها كده. عايز تعرف ايه اللي بيدور بالظبط في طرق الهجرة الغير شرعية؟ ادخل اسمع حلقة كريم السيد، بجد عامل حلقة جميلة قوي. الشباب بنفسها اللي حاولت بتحكي لك تجربتها وبيحكي لك قد ايه هم كدابين وممكن تتقتل وممكن تتخطف وممكن تتاخد اعضائك. كل الكلام ده يا جماعه كلنا عارفينه، كلنا عارفينه. ومع ذلك الناس تقول لك انا مش هسمع لحد، انا هعمل اللي في دماغي. تمام؟ ادخل اتفرج واسمع، علشان هو عارض شركه مثلا، وبقى في شركات كتير قوي كويسه دلوقتي ممكن تخليك تيجي هنا بطريقه شرعيه. تمام؟ الموضوع بياخد شويه وقت، ونفس الفلوس اللي انت هتدفعها بطريقه غير شرعيه دي، تمام، هتدفع نفسها ويمكن اقل، بس هتحتاج شويه وقت. الفلوس دي هتحطها في حسابك البنكي وتقعد 6 شهور شغال بنفس الفلوس على حسابك، وبعد كده بتقدم وربنا بيكرمك. وفي شركات بتظبط لك ورقك دلوقتي وبتقدم وبتسافر بطريقه شرعيه، علشان لما في يوم من الايام تسافر وتبقى قاعد في البلد معاك ورقك تقدر تتعلم اي حاجه وتشتغل على نفسك. لان صدقني الا من رحم ربي، انت لما بتسافر بطريقه غير شرعيه بتفضل موجود في وسط ابشع واوسخ فئه ممكن تتعامل معاها في الهجره الغير شرعيه. لان الهجره الغير شرعيه هي الطريق الاسهل للموت. فانت ما تفكرش ان انت هنا هتيجي هتجمع بالملايين، لا، انت بتيجي تعيش عيشه محترمه. يعني انت لو بتسيب بلدك علشان تيجي هنا فانت هدفك تعيش عيشه محترمه. فانت لو مفكر ان الطريقه الغير شرعيه هي اللي تعيشك عيش محترمه تبقى غلطان. لانك حتى لو وصلت هتوصل متلحوس وهتوصل طلعان عينك وهتوصل عندك عقد نفسيه. فنصيحه لوجه الله، بلاش ترمي نفسك في البحر ودور واتعب شوية. تعالى هنا بطريقة شرعية علشان تعرف تعيش معزز مكرم وتعيش الحياة اللي انت نفسك تعيشها، علشان لما ربنا يكرمك وتيجي تعرف تنزل تشوف اهلك تاني في اي وقت انت عايزه. يبقى انت بتعرف تروح وتيجي تشوف اهلك، سواء تشوف مراتك عيالك او تشوف امك، بدل ما انت تيجي هنا تترمي ب7 سنين ولا10 سنين ما انتش عارف تشوف اهلك تاني. زمان كان في تظبيط ورق، كانت في ناس تاخد فلوس وتظبط لك ورقك وتخليك معاك اقامه او تعمل لك لجوء او الكلام ده كله. يا جماعه ما عادش الكلام ده بيحصل خالص، بقت صعبه وقفلوا الدنيا وما عادش فيه تظبيط ورق، والناس خاربه الدنيا هنا بسبب الهجره الغير الشرعيه وبسبب احداث كتير قوي حصلت زي ما انتم بتشوفوا الفتره الاخيره دي. تمام؟ فما تخليش حد يضحك عليك يقول لك تعالى وهظبط لك ورقك. كان زمان بينفع يتعمل كده، دلوقتي الموضوع بقى مستحيل. وبالنسبة للناس اللي كانت بتيجي تعمل لجوء لحد من فترة، كنت بتيجي وتعمل لجوء. دلوقتي لو انت جاي من مصر اتصنفت من الدول الآمنة، وده بيسرع ان انت لما تقدم على لجوء بيسرع الاجراءات ويدوك رفض على اللجوء على طول، فتفضل طول حياتك هربان. فربنا يكرمك واشتغل على نفسك علشان لما تيجي وتبقى عايز تتعلم حاجة، عايز تدرس حاجة، تكبر من نفسك وتعيش حياة كويسة، تشتري عربية، يبقى معاك رخصتك
ودنيتك تبقى ماشيه قانوني، تمام. وتقدر تحط صبعك في عين التخين بدل ما تفضل طول حياتك مستخبي، وطول حياتك هتفضل شغال شغلانه واحده بس. يعني لما تشتغل في الاسود، طبعا كلنا عارفين انت قد ايه بتتمرمط لما بتيجي هنا وتشتغل في الاسود، تمام. فشغل الاسود مرمطه، وبيتاكل حقوقك، وبتتعامل معامله زي الزفت، وبتتعامل مع ناس ما يعلم بها الا ربنا، وبتتسرق. وبص، يعني مش عايز اقول لك. واخيرا وليس اخرا، الناس اللي ماتت في البحر ربنا يرحمهم يا رب ويصبر اهاليهم. ويا محمود اللي عنده 13 سنه اللي مات في البحر، ربنا يصبر مامتك عليك. وبلاش يا جماعه البحر، وبلاش الطرق الغير شرعيه علشان مش كويسه، وبترمي نفسك في البحر. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.